علاقة الراجل والست بصحابهم قبل وبعد الجواز. آه. يعني أنا بشوف إنه الراجل ممكن يكون بيحافظ على أصدقائه أو صحابه قبل الجواز، بعد الجواز متمسك بيهم. آم، ممكن يكون مفيش التواصل قوي، ممكن يكون التواصل بيقل شوية بعد الجواز بالنسبة للرجالة، لكن ستيل بيبقى فيه دايما طقس برضو، بيتجمعوا مرة، بيقعدوا مع بعض صحيح، في حاجة شبه كده، وفي وقت الزنقة حتى لو مفيش تواصل بيلاقوا بعض. صحيح. بشوف أنا الست مع طبيعة الحياة بقى والعيال والحاجات دي بتتلخم شوية، ممكن بتفقد تواصل شوية مع أصحابها اللي كانوا قبل الجواز، ممكن تبدأ تكون مع صداقات جديدة على حسب بقى الروتين إمم. العادي بتاعهم. فبيبقى الارتباطات طبقا للحاجات الاجتماعية اللي بتتعمل. بس بشوف ان بيبقى دايما عندها أولوية للبيت اكتر، ووقتها اكتر للبيت عن صحابها، على الرغم اعتقد يعني ان هم لما بيتقابلوا او بيكلموا بعض في التليفون بتبقى قصة تانية خالص، يعني صحيح، صحيح. صح؟ هي الست مهتمة أوي بحتّة التواصل يعني، فطبعًا كون إن إحنا لسه بنتواصل فتمام، بس زي ما أنت قُلت بالضبط كده ال ال بتتلخم في الحياة الزوجية يعني.